ممكن حد يصرخ في وشي ويزعق لي جامد 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 وهو بيحبني، طبعا ده بيكون من الدرجة الأولى بس اللي في حياتي. وحد تاني يقعد يضحك معايا ويبتسم في وشي، بس الضحكة بتاعته زي ما بنقول أنا أسفة، الضحكة الصفرة، الضحكة اللي كلها خبث. يا بخت من بكاني ولا ضحك الناس عليا. فالأمور عمرها أبدا ما بتبقى من بره، ما بتبقى من الظاهر بره، لا، ده ممكن حد يخاف عليا ويزعق لي ويسمعني كلمتين على فكرة واتضايق في وقتها، بس لما اقعد اقول ياه، ده كان خايف على مصلحتي، ايوه ده كان نفسه ان انا برضو اكون كذا واكون كذا، وبيعدل من تصرفاتي ومن سلوكياتي ومن حاجات كتير جدا. عشان كده الاب والام يا ولاد في حياتنا هو بيصرخوا وبيعملوا، احنا بالنسبه لنا البعبع اللي في البيت. خلي بالك لو فكرت هتلاقي هم بس اللي بيخافوا على مصلحتك، لكن صحابك اللي حواليك اللي بيضحكوا وعايزينك على فكره تبقى اوحش منهم. وممكن كمان تلاقي للاسف قرايبك اللي حواليك عايزينك انت تبقى اوحش منهم. عشان كده اوعى ابدا تفضل حد على مامتك او باباك. غير حياتك وخليك بس متحول.